بحكم فاسد ومنظومه فاسده واداره لازم تستقيل. الزمالك بيودع كاس مصر. الزمالك اللي لعب النهارده ضد المنطق، ضد اي تكافؤ فرص، بدون جمهوره اللي المفروض كان يكون موجود النهارده في المباراه. بضغط المباريات الزمالك بيلعب خلال اسبوع في بطوله افريقيا، وبيلعب في الكاس، وبيلعب في الدوري. انتوا متخيلين؟ اللعيبه النهارده مش قادره تجري في الملعب، اللياقه البدنيه بتاعتها تعبانه، مش عارفين يقطعوا الكوره، اللعيبه تايهه في المباراه. رغم كل ده في مشاكل كتير في الزمالك مش حابب اتكلم عليها. خلينا نتكلم الاول ان الزمالك عنده ماتش يوم الجمعه مهم قوي مع الحرس، لازم نركز، لازم الجمهور يساند. الوقت المنظومه كلها فاسده، كله بيحارب الزمالك انه يخرج. هم زي ما هم عاوزين وصلوا ان الزمالك يخرج من بطوله الكاس. ازاي الاهلي يخرج والزمالك يفضل؟ الزمالك ازاي الزمالك في المشاكل دي كلها وقادر يقف على رجله، وقادر يكسب، وقادر يصعد اول المجموعه في الكونفدراليه، وقادر يوصل في الكاس، ورغم ان الاهلي طلع من ويه فاهم؟ ازاي الزمالك تاني الدوري؟ كل ده كانت مسرحيه. لازم نفضي الزمالك، لازم الزمالك يخرج. ازاي بقى نفضيه؟ ما يلعبش بجمهوره، نضغط المباريات، نلعبه الساعه 3 العصر. ما يقول لك ايه عشان الزمالك مش عارف ايه، نلعبه الساعه 5. كل ده نجيب له حكم فاسد. حكم النهارده حسب ضربه جزاء، وربنا ما لها دعوه بضربات الجزاء، عشان كده ضاعت. ده عدل ربنا. مش بنقول ان الزمالك كان احسن النهارده الزمالك لعب ماتش كارثي، خط دفاع كارثي. حسام عبد المجيد كان اللاعب ال 12 لسيراميكا النهارده مصمم على خساره الزمالك. النهارده مصمم يعني يعمل مشاكل في الزمالك. النهارده مصمم ان يخرج الزمالك. اي أيوة والله، خط النهارده نص الملعب متاخد منك طول المباراه. النهارده سيراميكا بتلعب 1 2، بتلعب في ال 18 1 2، وبتلعب بالكره بسهوله ومفيش اي حاجه. خلينا نتكلم ازاي معتمد جمال نزل بتشكيله النهارده بيقول للفرقه اكسبني، انا خايف منك. اي فرقه بتقابل الاهلي او الزمالك بتنزل المفروض تكون خايفه. انت بقى وصلت لهم اللي انت ايه، خايف. بتلعب بخمسه في الدفاع، اربعه في نص الملعب، بتلعبش بمهاجمين اصلا في الشوط الاولاني يعتبر. النهارده الزمالك يعني ايه، ما ظهرش، او يعني له عمل خطوره الا اخر 10 دقايق لما نزل بنتاج. شوف لاعب واحد محترف، لاعب مثالي ممكن يغير لك نتيجه المباراه. النهارده جاله كوره انا مش عارف ازاي ما شاطهاش، بيرجعها ليه؟ النهارده بيرفع مره واثنين وثلاثه. النهارده الزمالك كان قادر يخطف المباراه في اخر الثواني، رغم ان الزمالك كان وحش طوال المباراه. كان ممكن بلاعب بتغييره صح، بلاعب فايق، لاعب محترف يصنع لك الفارق. النهارده لاعب يصنع لك الفارق. كان ممكن الزمالك يطلع النهارده متعادل ويخطف جون في اخر الثواني. رغم كل ده الزمالك بيتحارب من المنظومه ومن مجلس الاداره بتاعته اللي مش قادره تحمي النادي، مش قادره تقف وتاخد قرار وتقول لهم احنا مش هنلعب. ازاي ماتش زي ده يتلعب بعد يومين بس من بطولة افريقيا ولسه هنلعب الكاس يوم الجمعة؟ الادارة مش عارفة تحمي النادي، مش عارفة تجيب فلوس للنادي، مش عارفة تدفع فلوس اللعيبة فلوس اللعيبة، مش قادرة تدفع المكافآت اللعيبه، حتى مش قادره تعمل اي حاجه. المنظومه ماشيه بالجمهور، واللي احنا قاعدين نقول يلا هنوصل هنعمل، بس مفيش تنظيم، مفيش اداره، مفيش اي حاجه. النهارده المسرحيه كملت بخروج الزمالك. هم دول اللي كانوا عاوزينه، ان الزمالك يخرج. فمفيش وقت بقى اللي احنا نقعد نقول ان اللعيبه وحشه وان اللعيبه مش نافعه، وان واحد زي شحاته النهارده كارثي، زي واحد زي محمد السيد في نص الملعب كان كارثي. مش مفيش وقت نقول ان محمد اسماعيل كان كارثي. مفيش وقت نقول ان مهدي سليمان عمل النهارده مباراه كبيره في كحارس مرمى، بيشيل مره واثنين وثلاثه. مفيش وقت نقول ان ناصر منسي اللي هو مفروض احنا بنقول اللي هو بيمشي الدنيا هو احسن لاعب في الزمالك، اللاعب اللي بيعمل خطوره النهارده لما نزل، ولما جابه واحد بس بيعرف يرفع مره واثنين وثلاثه، كان بيحارب على الكوره. مفيش وقت نقول ان ازاي سيف الجزيري دي بيلعب في الزمالك لغايه دلوقتي ولسه ليه مكانه انه يلعب مهاجم، رغم النهارده كان مظلوم بسبب ان مفيش كوره بتوصل له. يعني مفيش فرصه اصلا، مفيش حد يصنع، مفيش لاعب في نص الملعب يعمل حاجه. النهارده مفيش وقت نتكلم ان دونجا ازاي خرج اصلا من الزمالك وازاي بقى مفيش لاعب ست اصلا. النهارده سيراميكا بتلعب 1 2 في ال 18 بتاعك. عارف يعني ايه 1 2 في ال 18 بتاعك؟
انت متخيل فرقه بتلعب 1 2 في 18 نادي الزمالك النهارده مش عارفين نقطع الكوره ولا في نص الملعب، وصلوا ل 20 تمريره والزمالك مش عارف يقطع الكوره. انت متخيل الفكره ان الزمالك مش عارف يقطع الكوره ازاي؟ نمشيه واحد زي ناصر ماهر اللي جاب 6 جوان مع بيراميدز وبقى من هدافين الدوري. ازاي نبيعه اللاعب المفكر بتاعك بتبيعه للنادي المنافس ليك، اللاعب الوحيد اللي كان هيغير لك نتيجه المباراه. النهارده الوقت مفيش لاعب، واحد زي احمد حمدي مش قادر ولا رجله قادره تشتاله اصلا النهارده. مهما نقعد نتكلم نقول ايه ولا ايه، نقول ان المنظومه فاسده، ان حكم فاسد، ان اداره فاسده، ان لاعيبه مش قادره تشتري المسؤوليه بتاعت الزمالك. النهارده الزمالك بيخسر بفعل فاعل. كان نفسي ان احنا نفضل في البطوله دي بتاعت الكاس، كانت قريبه مننا قوي. حتى بيراميدز احنا كان كعبنا عالي ممكن كنا كسبناهم، اللي احنا ننافس لغايه اخر سنه على الدوري رغم الظروف اللي موجوده. ان الزمالك يقدر ان شاء الله بمجموعه، يعني بعد المجموعات اللي نزلت النهارده الزمالك ممكن يعمل حاجه النهارده قدام في الكونفدراليه وممكن ناخد البطوله، وبالذات ان الوداد بعدت عننا مش هنقابلها الا في النهائي. رغم كل ده هقول لك ايه ولا ايه ولا ايه، الواحد زعلان غضبان، يعني غضبان اقسم بالله غضبان ان الزمالك شكله كده في الملعب النهارده. الزمالك ما لعبش الا اخر 5 دقايق، الزمالك مش قادر يقف على رجله، الزمالك مش قادر يقطع الكوره. النهارده احسن لاعب ممكن نتكلم عليه النهارده مهدي سليمان اللي هو الحارس المرمى الثالث. هتكلم على الفساد ان واحد زي عواد رافض ان يلعب لغايه الوقت، وان هو لسه مكمل في الزمالك دي يترمى بره بره. عارف يعني ايه يترمى بره؟ يترمى بره بمعنى كلمة. والنهارده لما تتكلم على الفساد اللي في الزمالك، على المحترفين الموجودين في الزمالك، مفيش الا بنتايج لاعب بيغير لك نتيجة، لاعب ممكن كان غير لك نتيجة النهارده وانت ما بتلعبهوش. كل ده مهما نتكلم النهارده مش عاوز اتكلم اكتر من كده، الواحد اصلا زعلان وغضبان اكتر من كده، يعني هيحصل لنا حاجة.